بيتزا البطاطس المحشية، يلا بينا. عندي حبتين كبار من البطاطس، هبشرهم من الناحية دي بتاعة المبشرة وهحطهم في مية وعليهم معلقة كبيرة من الخل. انا اول لما حطيتهم في مية قلبت زي رغاوي صابون، كأني حاطة بريل، بس صدقوني هي مية وخل بس. بعد 10 دقايق هصفيهم كويس جدا، هعصرهم بايدي، وبعد كده هحط ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود وربع معلقة صغيرة من الملح، واقلبهم كويس قوي مع البطاطس. بعد كده هجيب حبتين من البيض، انا كان عندي بياض بيض فاستخدمته، فممكن تستخدموا بياض بيض او بيض كامل لكن صفار لا. واحط عليه رشة من الفلفل الاسود عشان الزفارة. طاسة على النار، زبدة على زيت، وهحط نص كمية البطاطس وافردها براحة عشان ما تبعدش عن بعضها. وبعد كده هحط شوية من البيض، يعني حوالي بضاية، هفردها عليها كده علشان تمسك في البطاطس. واول لما تاخد لون من تحت هقلبها على طبق واحط مادة دهنية تاني، وبعد كده هحطها تاني في الطاسة عشان تاخد لون من الوجه التاني، بس مش هحط بيض بقى فيها. وبعد كده هعمل الطبقة التانية بنفس النظام. وبعد ما الطبقتين خدوا لون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هاخد بقى واحدة واحطها في الطاسة، حتة زبدة كده صغيرة وعلى الهادي خالص. هحط الجبن وهحط تركي مدخن وكمان جبنة موتزاريلا، اي حشوة انتوا حابينها ممكن تحطوها. وبعد كده هقفل بالطبقة التانية وهغطيها بقى وهسيبها لحد لما الجبن تسيح وتمسك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الوصفة طعمها حلو جدا وحلو قوي كمان في السحور. بتمنى ان كنتوا تجربوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.